أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع خراب البيوت بسبب الفكر، هذا العنوان استقيته من خلال شكاوى تصلني من بعض الزوجات ومن بعض الأزواج هنا في السعودية عندنا. يعني آخر رسالة أو آخر قضية أستطيع أن أقول أني حاولت أن أتدخل فيها بالإصلاح، أن هناك زوجا ألحد فقال لزوجته: يا تكونين معي يا تكونين ضدي، وهم على وشك الانفصال. طبعا هذا النوع العالي جدا اللي هو إلحاد وإسلام، لكن فيه أنواع دنيا، مثل واحد يقتنع بمذهب أو بفكرة أو بأفكار والزوجة بالعكس، أو يحدث العكس، أن تقتنع الزوجة بأفكار والزوج على أفكار أخرى. هذه إخواني الكرام يعني تعصف الآن المجتمع الإسلامي، لأنه يمر في منعطف خضخضة ومنعطف حاد فكري مع انفتاح وسائل التواصل الاجتماعي، ومع في خضة للعالم العربي والإسلامي، نتيجة طبعا التقليد، ونتيجة هجر القرآن، ونتيجة الدين الموروث الذي استولى على الإسلام الأول، ونتيجة إلى آخره. طبعا نصيحتي هنا لكل زوجين أن يحيدوا الفكر عن الحياة الأسرية، يعني بمعنى أن لا يطالب أحدهم الآخر بأن يكون على فكره، وأن يكون التعامل بالحسنى وفي البيت، في إدارة البيت، في الحياة الزوجية، في تربية في الحفاظ على الأولاد وتربيتهم وحاجتهم، في الواجبات العامة، هذه التعاون داخل البيت. طبعا ربما الزوجات هن أقل يعني فرضا للرأي على أزواجهن، ولكن بعض الأزواج إذا تحولوا من فكر إلى آخر، سواء من إسلام إلى إلحاد وإلى شك، أو من مذهب إلى مذهب، أو من فكرة إلى فكرة، قد يفرضونها على زوجاتهم، وهذا خطأ. يعني حتى فرعون لم يفرض على زوجته آسي بنت مزاحم أن تكفر، ولا نوح ولوط فرض على زوجتيهما الكافرتين أن يؤمنا. فالحياة ينبغي أن حياة الأسرة وعيش الأسرة يعني أمر مقدس، ينبغي أن يتم بعيدا عن الجدل، حتى الجدل المذموم. نعم، حوار طيب، لكن أن يقر بعضهم لبعض بالقناعة، يقول: أنت وقناعتك وإلى الله، لست أنا لا زوجا ولا زوجة، لست أنا من يفرض عليك آرائك أو يملي عليك قناعاتك، ولكن أدعوك للبحث الصادق وأدعو نفسي. فإذا كان الزوج محسنا والزوجة محسنة، يعني يقوم بواجباتها يقوم كل منهم بواجباتهم الطبيعية في البيت، فالأفكار لا مشكلة. إذا صار هناك اختلاف فكري لا مشكلة. طبعا ارتفاع نسبة الطلاق طبعا فيه جزء، في عامل الاختلاف الفكري، هو عامل من عوامل الطلاق وانهدام الأسر وخراب البيوت كما يقال. وهناك عوامل أخرى طبعا، عوامل أخرى يعني متعددة، اجتماعية، يعني ربما تقليد وتأثر كل واحد يتأثر ربما بحياة غير الحياة الوسطية العادية التي كان يمشي عليها آباؤنا وأجدادنا. فظني أن الآباء والأجداد يعني في حياتهم العادية، أنا ما أتحدث عن من شذ، في الحياة العادية كانوا يقومون كان نسبة الطلاق قليلة، لأن كل منهم يركز على الحياة اليومية، على توفر لقمة العيش واللبس والعلاج والأكل، ويعني الواجبات العادية، يعني ما كانت تتدخل الأفكار. نعم، في الأشياء العامة، يعني الصوم يصومون معا، الصلاة يصلون، الحج إذا تمكنت المرأة تحج، يعني في الأشياء العادية، الأحكام العملية الطبيعية المتواترة. أما الأفكار ما كانت حاضرة، ولذلك حتى في أظن في العراق وفي اليمن، يعني كان زواج صاحب المذهب من مذهب آخر طبيعي، ما كانت مفعلة، ما كان هناك جدل داخل البيت،
كان الزوج مثلا في اليمن زيديا أو شافعيا يبحث عن زوجة فقط، وهي تبحث عن زوج، يكون كفؤ. بس نفس الشيء في العراق بين السنة والشيعة. إنما بدأت مع موجة المذهبية هذه، يعني بدأت الأمور تأخذ يعني للأسف جانبا جدليا، والجدل يفسد القلوب. فأنا أوصي كل بيت بتجنب الجدل. نعم، يعني الحوار، التساؤل، الوصية على المواد العامة التي تحيي الإسلام الأول، مراقبة الله، خشيته، الصبر، الصدق، إكرام بر الوالدين، إكرام اليتيم، هذه التي ينبغي أن تحيا في البيوت. أما الأفكار الخلافية ينبغي أن تترك لكل لقناعته، لأن لا تدخل، فإذا دخلت ستفسد البيوت. ومن هذا الباب نوصي الأزواج كما قلت، لأنهم أكثر قوة تقريبا في الشرق الأوسط، ما يسمى، أو في العرب والمسلمين، صلاحياتهم نتيجة الموروث، نتيجة حق، نتيجة باطل، موضوع ثاني. صلاحياتهم أقوى، فلذلك نوصيهم بالقيام بالواجب بعيدا، الواجب الأسري، بعيدا عن الأفكار، عن التسلط، عن الفرض على زوجاتهم بأفكار معينة. الزوجات غالبا في العرب بشكل عام ترون لم يتوفر لهن التعليم كما توفر، أو الفرص التعليمية كما توفر للرجل، فلذلك ليس من الحكمة ولا حتى من المروءة أن آتي كزوج وأفرض على زوجتي أن يجب أن تقتنعي بكذا. طيب هي مسكينة ما تعرف يعني. طبعا نفس الشيء ربما في حالات نادرة قد تكون الزوجة أكثر علما، أكثر تمكن، أكثر وجاهة، أو من عائلة يعني قد تفرض على زوجها. أيضا هذا لا يجوز. كل يقوم بواجبه الأسري البيتي، وأما الأفكار تبقى أحكام الإسلام العامة، تبقى الواجبات العامة. حتى لو لاحظت الزوج أن زوجها لا يصلي ولا يفطر في رمضان، يعني دينه بينه وبين الله، ليس عليك. يعني لست أسوأ حالا من آسيا بنت مزاحم بجوار فرعون، لست أسوأ حالا. كذلك الزوج الذي يرى في زوجته تقصيرا في الواجبات وكذا ليس يعني أسوأ حالا من وجود نوح ولوط عليهم السلام بجوار زوجتين كافرتين. فلا بد تقديس الحياة الزوجية، ومحاولة أن لا يكون هناك فراق ولا طلاق إلا على أمور تستوجب، أمور يعني غير مسألة الفكر، غير مسألة القناعات الفكرية. سأكمل. الذي أرى أنه على الزوج والزوجة أن ينتبه إليه هو مسألة أن القناعة بينك وبين الله، وأما الحقوق فهي بينك وبين الناس. القناعة الفكرية بينك وبين الله، اترك لله يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون في الأفكار وكذا، هذه مؤجلة إلى يوم القيامة. حتى لو زوجك أيها الأخت الكريمة ألحد، أو حتى لو زوجتك أيها الأخ الكريم ألحدت، القناعة بينه وبين الله. إنما تعاملوا بالحقوق في البيت. طبعا ستدخل فيها تفريعات، بعضهم يقول يعني الحقوق هذه على أي أساس؟ مثل واحد يعني شك في الدين، على أي أساس أقوم يكون علي الحقوق دينيا؟ لماذا لا يكون على زوجتي؟ أو الزوجة بالعكس تقول نفس الشيء، ليش علي طبخ وعلي كذا، يعني يجب أن يشاركني في الطبخ وفي تربية الأولاد وكذا. هذه دخلنا هنا في الجدل، دخلنا في فساد القلوب. إنما يستطيع كل منهما أن يعرف واجباته. الزوج واجب الرزق والمعيشة وكذا، والزوجة واجب تربية الأبناء والبيت. وإن وجد عمل مشترك وصار في صرف مشترك على البيت، ممكن أن يتوزع أشياء كل فيما يحسنه. يعني أنا كزوج قد أستطيع
قد أستطيع الطبخ بس ما أستطيع الغسيل مثلا، أو هذا وهذا. ما إذا قلت إذا تساوى، إذا صار مصدر يعني واحدة موظفة وهو موظف وأراد الاتفاق، مع أني لا أحب أن يصل الموضوع إلى هذا، بس أقول على افتراض أنا شخصيا ما عندي مانع. أنا شخصيا أحيانا أطبخ لي، أنا أحب طبخاتي لأني جلست فترة وأنا مغترب سواء في فيفاء أو في الرياض، وتعودنا على الطبخ وكذا، وعندي تقريبا عندي مزاج خاص في الطبخ، يعني حتى يعجبني طبخي، ما عندي مانع لو عرفت كل شيء في مكانه. بس عندما أدخل المطبخ ما أعرف فين الصلصة وفين الزيت وفين كذا، يعني إذا توفرت عندي الأدوات أمامي ما عندي مانع. تمام، ليس عيبا، يعني ليس عيبا أن تطبخ. وحتى الآن تقريبا الغسالات عند الميسورين يعني صار سهل. أنا هنا ما أحاول أن أقلل من قيمة الرجل، أقول لازم تطبخ، بس أقصد أنه التفاهم في هذا، المحبة والتقدير ومعرفة حقوق ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه توجب عليك أن تقدم تنازلات، أن لا تجعل أمور أنه خلاص هذا عيب أني أطبخ وكذا. لا، ما في شيء. يعني مثلا طبعا الزوجة قد تكلفها أنت بمزيد إذا كان راتبها أفضل أو كذا، لها عمل أو أنت ما عندك عمل، يعني قد تتكلف بعض الواجبات عليك أيضا. فهي يعني قيام الحب بين الأزواج، معني قليلا ما أتحدث في الأشياء الأسرية، لكن هكذا أحببت أن أنبه إلى الفكر وأهمية الإيمان بالحرية والقناعة، وأنه يجب فصل الفكر عن الحياة الزوجية والخلافة الأسرية. لماذا؟ كما قلنا، ذكرنا قصة فرعون وزوجته أو امرأته، آسف، ذكرنا قصة نوح ولوط عليهم السلام وامرأتيهما. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون قد تكون زوجاتهم مؤمنات صالحات، أو العكس، قد يكون واحد مؤمن ويبتلى بزوجة منافقة. والنبي أيضا وجد عنة من بعض زوجاته ومن الغيرة وطلقهن شهرا، ويعني مشاكل. والحسن بن علي سمته زوجته جعل بنت الأشعث بن قيس. ويعني وقد تتزوج الصالحة رجلا سيئا من حيث العقيدة والفكر، قد يكون منافقا، ولكن في الإسلام يجوز. المنافقون لهم حقوق المؤمنين تماما، لهم الزواج من المسلمين والتزوج إليها، يعني أن يزوجوا وأن يزوجوا، لهم حق التوارث، لهم حق نفس الحقوق تقريبا. هذه سبحان الله، هنا رحمة الإسلام وواقعيته، أنه لا يفرض على أحد الزوجين عقيدة أخرى. ولذلك حتى في الغرب عندما تسلم زوجة لا يجوز أن يقال لها خلاص لا يحل لك الآن، زوجك لا يحل لك. ما هو صحيح، غير صحيح. يعني تعرفون قصة عكرمة بن أبي جهل لما أسلمت زوجته وأرسلها النبي تأتي بعكرمة، وبقي زوجا لها في الطريق من الشعيبة إلى مكة حتى أسلم. طيب، ما إيش ونفس الشيء يعني يعرف النبي منافقين لم يقل لزوجاتهم لو أن تطلقنا ولا. هذه الأمور أيضا عندما تفد وفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون، قد تكون بعض زوجاتهم لم يقتنعنا، فليس بالضرورة. يعني لماذا هذه الأحكام بعدين الأحكام الفقهية أو المتوارثة يعني حاولت أن تجعل الزوجين نسخة من بعضهما في الدين أو في المذهب؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الواقعية اليوم نراها في الغرب، كم من نساء يسلمن وأزواجهن لا زالوا غير مسلمين، وأول عكس. لا تذهبون تفرقون بين كل من أسلم، تفرقون البيوت حتى في الغرب وفي الشرق، إذا أسلم ياباني أو أسلم أمريكي أو أوروبي أو كذا أو أفريقي ولو كان وثنيا وأسلم وزوجته بقيت وثنية، ليس هناك أمر بالتفريق. نعم، ولا تنكح المشركين، هذا ابتداء، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. أما الزواج الموجود من الأساس ما قال إذا أسلمتم فطلقوا زوجاتكم، لا. نعم، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا خاص بالمهاجرين الذين كان معهم زوجات في مكة.
تمام. إذا ما هاجرنا خلاص لا تمسكوا بهن. لكن هناك منافقات في المدينة وأزواجهم مؤمنون ما أمروا بتطليقهن، وهكذا. المقصود هنا أن وصيتنا أولا أمنياتنا ودعواتنا لكل البيوت أن تكون بيوت سليمة من أسباب الطلاق، مطمئنة، متعاونة، متكاتفة، تبني حياتها، تربي أبنائها، يصبرون أيضا. ما كل واحد يعني ربما الأحلام بعد الزواج ربما تكون الأحلام، أو قبل الزواج يكون هناك أحلام كبيرة، أو ربما تصور عن الطرف الآخر بأنه كذا وكذا، ثم تتكشف الحياة الاجتماعية والحياة الأسرية والحياة الزوجية بأن هذا ليس في الحلم الذي أريد، وأنت أو أنت لست في الحلم نفس الشيء. كلنا فينا نقص، كلنا فينا يعني كل صورته الصورة عنها الخيالية أفضل من الواقع، طبيعي. فلذلك ينبغي أن على الأزواج العقلاء، أزواج وزوجات العقلاء، أن يعرفوا الفارق بين أيام الخطوبة أو التصور أو كلام أهل البنت عنها أو كلام الناس عن الرجل، أنه كلام سيكون فوق الواقع. تمام. لابد أن يستعدوا لهذا. فإذا أتى الواقع واكتشفوا الأخطاء يسجلوها ويحسنوها أو يعني إما بالتخفيف منها أو بتركها. والتعاون على البر والتقوى، يعني هذه كلمة عظيمة، التعاون على البر والتقوى، التعاون على العطاء وعلى كف الأذى. التقوى كف الأذى، لابد أن تتعاون أنت وزوجتك في البيت، أو أنت وزوجك في البيت، تتعاونوا على كف الأذى وعلى البر والإحسان. تمام. ما في هناك كامل، لا كامل إلا وجه الله كما يقال. وغالبا لا تغتر بما في المسلسلات وما في قصص الحب وكذا، يعني معظمه كلام فارغ ما فيه. يعني كل بيت ستجدون فيه تعبا وضنا وحزنا واختلافا، ولكن العقل في إدارة هذا الخلاف وفي تقليل سلبياته أكبر حد، وفي التأكيد الإيجابيات. في حاجة اسمها تأكيد الإيجابيات ضرورية جدا، سأشير إليها بعد قليل. تأكيد الإيجابيات هو معنى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني إذا كانت زوجتك أو أنت أختي الكريمة، إذا كان زوجك يعني فيه حسنات يجب أن تسمعيه إياها، وأنت يجب أن تسمع زوجتك حسناتها. يعني ولو حتى في الاهتمام بالأولاد ما شاء الله، حتى لو قصرت في الطبخ، ولكن أنت ما شاء الله مع الأولاد أراك محسنة إليهم، نظف ملابسهم، ذاكرة لهم، يعني مثل هذا. أو هي تقول هذا. إذا عدد قبل أن تعدد سيئات الطرف الآخر، حاول أن تعدد إيجابياته، وأكد هذه الإيجابيات، وأحسن استقبالها، واشكر الله أو احمد الله على أنها موجودة فيه. هذا الشكر والاعتراف وتأكيد الإيجابيات سيؤدي إلى أن هذه الصفات الحسنة تجر أشباهها. نفس الشيء عندما تثني على زوجتك بصفات إيجابية، قل فيك كذا وكذا وكذا، أنا لا أنساه، وأنا لا أنسى الموقف الفلاني، ولا أنسى يوم جئت مرة يعني أو مرات أتي والطعام جاهز، ولا أنسى كذا، بس ترين هناك نواقص كذا وكذا وكذا، خلينا نتعاون عليه. وهكذا. لا تعولون على الشكاوى على العائلات. يعني أحيانا لا تشكو المرأة على بيت أهلها، تجلس تشكو، ولا يجوز للزوج نفس الشيء أن يشكو. لا، أنتم أخبر بشؤونكم، أنتم أخبر ببيتكم. أنتم الآن خلاص عائلة جديدة، لا ينبغي أن تبقى عالة كل مرة تشكو. يعني ربما في حالات نادرة كذا، إذا أرادت الزوجة أن تستشير أو أراد الزوج أن يستشير في أمور خاصة، يستشير أهله أو تستشير، يعني في إذا وصل الأمر إلى حد ما ممكن أن يدخل مصلحون من العائلتين. ولكن
لا تدخلوا العوائل داخل عائلتكم، نصيحة. غالبا إذا وصل الأمر إلى التشاكي، إلى أن المرأة تشتكي زوجها وتذكر مساوئه، أو الزوج يشتكي زوجته ويذكر مساوئها، خلاص معناته بدأ الخراب. هذه المرحلة تكون أخيرا، يعني تكون في آخر المطاف. تمام. إذا تأكيد الإيجابيات، لا تنسي أيتها الزوجة ولا تنسى أيها الزوج أن تلاحظوا إيجابيات الشريك. لاحظوا إيجابياته، لا تنسوها، اشكروه عليها، ارفعوا معنويته فيها، سمعوها الكلمة الطيبة فيها. هذا يؤدي إلى، أما أن تبقى الزوجة ما شاء الله لكثرة كدها وتعبها في البيت يصبح الزوج يشوف الأمر عادي، إيه عادي كل يوم تطبخ، عادي كل يوم. لا، هذه ترى زوجات ما يسوين كذا، زوجات أخريات ما يفعلن كذا. نفس الشيء الزوجة عندما تقول عادي يداوم عمله ويصرف لنا ويستأجر لنا، أو بنى لنا بيت، أو يشتري لنا مقاضي، طبيعي هذا من واجبه. إيه بس بعض الأزواج ما يسوون كذا، فلا بد أنك تقدرين هذا العمل وهو يقدر هذا العمل. كما قلت، تأكيد الإيجابيات والتذكير بها والشكر عليها يؤدي إلى زيادتها وإلى نمائها وإلى تقليل السلبيات. هذه فقط يعني مشاركات. ما أدري، أنا أول مرة ترون أشارك في هذا الأمر، وقد أصيب وقد أخطئ وقد أخبص كما يقال، لكن هذه رؤيتي والله أعلم. قد أصيب وقد أخطئ، وخاصة وظروف الناس مختلفة. هذه النصيحة قد تصلح في مكان، في مدينة، ولا تصلح في قرية، وقد يكون بالعكس عند عائلة دون عائلة، وقد يرتاح منها زوج ويسخط منها زوج آخر هذه النصائح، وبالعكس قد ترتاح زوجة وتسخط زوجة أخرى، وهكذا. المقصود أنه إذا صحت النية، اجعلوا نيتكم لله في إبقاء هذا البيت، في إنمائه، في تربية أبنائه، في الصبر. لا تنسوا الصبر، ترى فضيلة. بعض الأزواج والزوجات ينسون مسألة الصبر والدعاء والتوكل على الله، ومحاولة يا رب من عندك عدل ما تراه، أصلح زوجي، أو هو يقول أصلح زوجتي في بعض العيوب، بعض النواقص، وهكذا. شكرا لكم، والسلام عليكم.